السلام عليكم خوتي. بخير، كلشي مزيان، هانيين. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي كيخص الاباء والامهات اللي كيبغيو يصيفطوا الابناء ديالهم في الطائره وما كيعرفوش كيفاش، حيت كل شركه والقانون ديالها. واليوم ان شاء الله غادي نحاول نهضر لكم على بعض الشركات والقانون ديالها. نبداو بشركة رايانير. الا بغيتو تصيفطوا الابناء ديالكم معها خاص يكون عندهم اكثر من 16 سنة، وإلا كان عندهم اقل من 16 سنة خاصك تدخلو معاك في ديك الحجز ديالك، والا غادي تخلص عليه الفلوس في المطار. بالنسبة للشركة العربية للطيران، اقل من 12 سنة ما يمكنلك السفر بوحدك، خاصك تكون داخل في الحجز مع ولي الامر ديالك. إلا كان عندك أكثر من 12 سنة يمكن لك تسافر بوحدك عادي. ندوزو دابا للحالة الثالثة بالنسبة لشركة الخطوط الملكية المغربية أو ترانزافيا أو توي فلاي أو إير فرانس أو العديد من الشركات، ميمكنليش نعدهم كاملين. مهم اللي عندهم واحد السيرفيس ديال لي جيام، يعني سيرفيس ديال الأطفال اللي عندهم ما بين 4 سنوات حتى 12 سنة، وهذا العمر كيختلف من شركة إلى أخرى وعلى حساب واش فول ناسيونال أي رحلة داخلية أو فول انترناسيونال رحلة خارجية. كيف ما بين لكم في الصورة لبعض الشركات. ودابا نشرح لكم هاد السيرفيس ديال لي جيام كيفاش داير. اول حاجه، من الاحسن تخلص على هاد السيرفيس في الموقع ديال الشركه اللي مسافر معاها او في وكاله الاسفار اللي قطعتي عندهم، حيتاش كيكون رخيص مقارنه مع المطار. حيت لا خليتي حتى لا جيتي للمطار عاد تخلصو كيطيح عليك غالي. تاني حاجه اللي كتشغل الاباء على الابناء ديالهم وكيبقاو خايفين عليهم، اللي نقدر نقول لكم هو ما عندكم لاش تخافوا، حيت كيكونوا لي زاجون ديال الشركه كيتكلفوا بالابناء ديالكم من التسجيل حتى كيركبوا في الطائره، ومن بعد كيتكلفوا بهم المضيفين حتى كتوصل الطائره، ومن بعد ملي كتوصل الطائره كيسلموهم لي زاجون ديال الشركه اللي هو بالدور ديالو كيسلمو لولي الامر ديالو. من بعد ما كيتاكد من الهويه ديالو وكيعمر بعض الاوراق وكيسنيها، وهكا كتهناو على الابناء ديالكم وكتكونوا صيفطتوهم في ايدي امينه. واخر حاجه بالنسبه للاطفال اللي عندهم اكثر من 12 سنه يمكن ليهم يسافروا بوحدهم. وكيف العاده قبل ما نسالي كنشكركم على الوقت اللي عطيتوني، وما تنساوش ديروا ابوني، والى عجبكم الفيديو ديروا جيم وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. والمهم هو تبارطاجيو الفيديو لكي تعم الفائدة. شكرا لكم ومع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.